عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم قوي للبنات، حابة انبهكم على حاجة منتشرة قوي الفترة دي عشان تخلي بالكم منها. عايزة اقول لكم مثلا لو انا ماشية في الشارع يوميا وعدت جنبي مثلا لو حوالي 30 بنت 27 بنت منهم تكون متعطرة. الموضوع ده انتشر قوي قوي، مش متعطرة بقى اللي هي عشان ريحة العرق، لا الريحة بتاعتها فواحة ومركزة لدرجة ان هي لو عدت حتى جنبي بسرعة الريحة بتكون ظاهرة جدا. جماعة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التعطر خارج البيت، والرسول عليه الصلاه والسلام قايل ان الست اللي هيشمها قوم وهي متعطره وهي بره ان دي زانيه. ليه يا جماعه نحط نفسنا في الحكم ده؟ خلي بالكم، وانا طلعت عملت الفيديو ده لما لقيت الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا، واحكي لكم فعلا قصه كمان حقيقيه حصلت بجد. في واحده كانت منزله على الجروب ان ريحه العرق بتاعتها ما كانتش احسن حاجه، وحبت ان هي تتعطر وهي خارجه، وقالت انا كده كده هكون راكبه تاكسي وهتنقل من مكان لمكان تاني، يعني كده كده ما حدش هيشمني. المهم ركبت اوبر وبتقول ما قابلتش اي حد، هو جالي من باب البيت، من باب البيت ووصلني لحد المكان، ما قابلتش اي حد غير السواق، وهو كان محترم جدا حتى ما بصصليش حتى في المرايه. تقول بس اتفاجئت لما روحت لقيته كاتب لي رساله وبيقول لي حلوه قوي العطر اللي انت كنت حاطاه، ريحته حلوه قوي وريحته مغريه. تقول ساعتها قعدت اعيط جامد قوي، وقعدت اصلي لربنا واقول له يا رب سامحني انا ما كنتش اقصد، وانا كنت مفكره ان دي حاجه عاديه. فتخيلي ودي راكبه من مكان لمكان، ما بالك انت لو ماشيه في الشارع وقابلك كذا حد ممكن ما تبقيش انت واخده بالك، لكن انت في كل حد هيشم ريحتك دي انت زانيه. فبلاش يا جماعه نخلي بالنا. وفعلا بجد انا ما طلعتش عملت الفيديو ده غير لما لقيت الموضوع منتشر جامد جدا جدا، وبلاقي بنات كتيره جدا منتشر الموضوع ده وبتحط عطر وهي خارجه. طيب ازاي نتخلص يا رنا؟ احنا برضو ريحه العرق بتاعتنا مش احسن حاجه. هقول لك دلوقتي ابسط الحاجات اللي انت تعمليها، وهعمل لكم فيديو منفصل باذن الله ازاي تتخلصي من ريحه العرق. انا هقول لك دلوقتي كذا نقطه بسيطه، وبامر الله هعمل لكم فيديو منفصل. انا عايزه اقول لك بس اهم نقطه لريحه العرق يا جماعه، 80% من ريحه العرق نتيجه وجود شعر تحت الابط. مجرد ان انت تعملي ازاله للشعر تحت الابط صدقيني الريحه هتحسي ان هي اختفت. يكاد مش عايزه اافور واقول لكم ان هي بنسبه 90%، لكن هي عند بنات كتيره جدا بنسبه فعلا 80% ان هي بسبب الشعر الزائد. بتعملي ازاله كويس قوي للشعر هتلاقي ليه بقى، لان اصلا العرق بيتجمع والبكتيريا بتتجمع في الشعر، فبالتالي بتلاقي الريحه مستمره. لكن لو زلت الشعر هتلاقي الريحه تروح خالص. في نقط تانية بس خلوني اعملها لكم في فيديو منفصل. لو انت عايزه تستفيدي ما تنسيش تعملي لي فولو وتعملي لي لايك للفيديو. يا رب تكوني استفدتي، وننهي الفيديو بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. يلا باي.